بعد أول 3 جولات في الدوري عدوا، في حاجات كتير حابب أتكلم فيها، وفي حاجات باينة وفي حاجات واضحة وفي حاجات مش باينة وفي حاجات مش واضحة. المنافسة هي تبقى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مع إن بيراميدز بادي بداية مش أحسن حاجة. خلينا نتكلم الأول عن بيراميدز. بيراميدز تحس إن اللعيبة شبعانة، تحس إن اللعيبة خلاص خدت بطولة أفريقيا، تحس إن هم عملوا أقصى حاجة عندهم. المفروض كانوا يكملوا على ده، المفروض كانوا يبدأوا السيزون ده عندهم دفعة قوية ان هم السنة اللي فاتت هم ابطال افريقيا، فالطبيعي يبقى عينيهم على الدوري، خصوصا ان دي البطولة الاهم، ودي البطولة اللي بتلعب عليها في بلدك، فدي بتبقى التارجت الاول ليك، لان انت بطولة افريقيا مش هتحققها كل سنة، ومش هتحققها تاني قريب يعني، مش مضمونة. في فرق كتير جامدة في افريقيا وبتعرف تاخد البطولة دي، فانت خدتها مرة، المفروض تركز بقى على بطولة بلدك اللي تفضل تأهلك للبطولة دي عشان تعرف تاخدها بعد كده. تحس ان اللعيبة والمدرب، المدرب عصبي زيادة عن اللزوم، بيعمل حاجات غريبة، ما تفهمش ده مش حماس يعني، ده ما تحسوش حماس، ده واحد بياخد اباتريل، مش حماس خالص يعني والله بجد تحسه بيرفع حبيتين وبعد كده يطلع يتحول في الماتش ويفضل يزعق ويشخط ويشتم بالصربي وحاجة يعني مش مفهومة بأمانة. لعيبة بيراميدز مش عارف ادائهم مش احسن حاجه، مش مقنع، شكل الفرقه مش حلو. في لعيبه خلاص تحس ان هم بقوا لعيبه عاديين زي رمضان صبحي. رمضان صبحي من نجم النادي الاهلي واهم لعيب في مصر لخلاص لعيب عادي جدا. ابراهيم عادل كان بيلعب عليه ومشي، ايفرتون جه وبيلعب عليه ولعيب مش مؤثر اصلا مع الفرقه بقاله كذا سنه. فشكل الفرقه مش حلو خالص، وتحس ان هم السنه دي مفيش اي حاجه ممكن ياخدوها ومفيش حاجه ممكن ينافسوا عليها، رغم ان هم عندهم بطوله الانتر كونتيننتال. فالمفروض كانوا يكملوا على ده، المفروض كانوا يدوسوا على ده، بس احنا عارفين ان الفرقه دي نفسها قصير، الفرقه دي بتصرف كتير، الفرقه دي عندها كل مقومات النجاح. هي طبعا انها تاخد بطوله افريقيا دي حاجه كبيره ومش هنبخس بحقها، بس ما تفهمش الفرقه دي تحس ان هم اسامي بس. فبصراحة ما مش مقتنع ببدايتهم، ولو فضلوا على الاداء ده هيفنشوا تالت رابع يعني، انا متوقع كده. احنا كلنا من بداية السيزون بنقول الزمالك ممكن يفنش تالت رابع، انا شايف بيراميدز لو فضلت بادائها ده هتفنش تالت رابع بالكتير قوي. بعد كده نروح للزمالك. انا بصراحه ما بتفرجش على الزمالك، انا في الدوري المصري ما بفرجش غير على الاهلي، فرقتي اللي بحبها. بس مؤخرا بقيت بتفرج يعني حاجات خفيفه كده لو في ماتش جامد، ماتش جماهيري. الزمالك بتفرج عليه لو قاعد مع صحابي، ودلوقتي بقيت بتفرج عليه عشان اتابع واعرف ايه الجديد. بصراحه انا كنت متحمس اصلا من بدايه الدوري ان انا اتفرج على الزمالك عشان اشوف الصفقات الجديده، واشوف اصلا السيستم اللي عامله جون ادوارد، ان هو جايب لعيبه واخد ريسك، وجايب لعيبه كلها يعتبر بتبدا مسيرتها، وفي اللي بادئ مسيرته كويس بس نزل موسمين هيبة مستواه فعايز يفوق نفسه. فانا كنت متحمس بصراحه ان انا اتفرج على اللعيبه الجديده. الزمالك يعني مش، ما تفهمش الزمالك حلو ولا وحش، ما تفهمش طريقه لعب الزمالك برضو، يعني الراجل لسه برضه تحس ان هو ما حطش ايده على التشكيلة النهائية. ماتش يلعب بنزا، وماتش يلعب ادم كايد، ماتش يلعب خوان الواد البرازيلي ده جامد قوي يا جدعان بأمانة. الواد البرازيلي ده جامد، وانجزوا يا جدعان بقى، مش هنستنى سنتين وبعد السنتين ناخده، ما تنجزوا يا جدعان من دلوقتي وهاتوا الواد وخلاص بقى، كفى الله المؤمنين شر قتال، ما هي مفهومه بقى، خلاص زهقنا بجد والله العظيم. فهاتوه من دلوقتي، الحته اللي عندنا دي عطلانه، ما فيش حد بيلعب بالشمال، زيزو الله اكبر عليه بس برضه يعني حاجه تسند معانا، فانجزوا من دلوقتي كده، بدل ما الواد الجماهير تحبه تفضل تندهله بقى في المدرجات والبرازيلي والسامبا، وفي الاخر هيروح الاهلي. فانجزوا وخلصوا وهاتوه وخليكم انتوا بقى بالناس اللي معاكم دي وسيبوا لنا احنا، الواد ده شكله حلو. في لعيبه تانية برضو، انا كنت عارف يعني، انا وانا بتكلم مع صحابي كده
قلت لهم في لعيبه انا متحمس لها، وفي لعيبه لغز بالنسبه لي. يعني واحد زي عودة الدباغ ده، انا كنت حاسس من اول ما الزمالك اعلن على الصفقه، وكمان قيمه الصفقه والاخبار اللي كانت بتتقال بقى في اسكتلندا، فرقته اللي كان معار ليها من شارلوا اللي هي ابردين دي، الجماهير كانت عايزه اصلا تخلص منه في الفرقتين. قيمته السوقيه مش نزلت، اترزعت في الارض اصلا. يعني الزمالك جابه بيقولوا ب 350 الف دولار، فصباح الفل. يعني واحد جاي من اوروبا ب 350 الف دولار، دي اوروبا ايه دي؟ ف مستواه مش عارف، ماتشين كأنه مش في الملعب. ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه حرف، يعني مش عارف اقول ايه اصلا عليه. ما فيش اي حاجه، اي حاجه حرفيا. ما بيعملش اي حاجه، ما بيتحركش، ما بيصنعش، ما بينزلش، ما فيش ماتشين. مش عارف، مش حاسه. ناصر منسي ما بيلعبش. ناصر منسي كان مفنش معاهم كويس. ناصر منسي يعني هو لعيب افريج، بس حفروك، الكرة بتحبه، ربنا بيكرمه. فعوداد دباغ ده لو فضل يلعب عليه هيبقى الفردتين ناموا خالص. الفردتين هتنام، وجماهير الزمالك هتبدأ بقى عايزين فيرود. الجزيري فين صحيح يا جدعان؟ الجزيري فين؟ مش عارف. الجزيري مراته عماله تنزل ستوريات، ومش عارف الانستجرام ده تعبنا اقسم بالله. ف عوداد دباغ مش عارف، حاسس انها صفقه فاشله. طبعا الحكم اللي في البدايه ده احنا بنقول بس اللي شفناه، لكن ده مش حكم نهائي ولا في المطلق. وممكن اقول على النهارده لعيب وحش، بعد اسبوعين يتغير رايي واقول اللعيب جامد. هي كوره، النهارده حلو هقول حلو، النهارده وحش هقول حلو وحش. ف وده الدباغ ما خلاص انا ما بقتش متحمس له. عادي خالص. بتفرج على الزمالك مش حاسه اصلا. آه، ادم كايد. ادم كايد ده مش عارف، بجد ادم كايد ده يا جدعان، انا وانا بتفرج مع صحابي، الواد بطيء بطء. ها، انا ما شفتش جناح بطيء كده. يعني كان مين ابطأ جناح انا شفته؟ ده ابطأ منه. الواد بطيء وحركته بطيئة وتغييراته اللي بالكورة مفيش. المرونة عنده تحسها صعبة. الواد تحسه بيزيق وهو بيلف. وفي التحولات ده انت لو يانيك فيريرا ده بيلعب على التحولات، ادم ده ما ينفعش يشوف الملعب. ادم ده ما ينفعش يشوف الملعب بجد. اللعيب بطيء قوي، والماتش اللي فات فيه بتاع 3 كور كلها هجمات مرتده، بياخد الكوره تحسه ماشي ما في اهو انا رايح. مفيش بطيء قوي قوي قوي. وتحسه لا مش تحسه. بص هو لمسته حلوه، يعني هي لمسته حلوه، بس مش ده مش وينج. ده مش وينج نهائي. ده ممكن العبه 8، ممكن العبه 8 ناحيه الشمال. لو همسك انا بقى بوزيشن واتحرك انا بقى ايه، ابدا اسيطر على الملعب، ممكن نلعبها. لكن وينج لا لا لا، ما يلعبش خالص، ما يلعبش خالص وينج بجد حرفيا يعني. انا عن نفسي انا اهلاوي، انا عايزه يلعب. يلعب يا عم وخليك كده والدنيا جميله. بس انا والله ساعات لما بتفرج على ماتشات الزمالك بقول يا جدعان الجماهير دي عينيها ما بتوجعهاش والله بجد. جماهير الزمالك دي عينيها ما بتوجعهاش من العيال الربع لبه اللي بتجي لهم والله. واحنا برضو بيجي لنا عيال نص لبه، بس يعني يعني في يوم الرمق شويه. شيكو بنزا، الواد ده تحسه عيل متخلف. عيل نازل يلعب كده في الشارع. انا عشوائي. ماليش دعوه بتحركات الفرقه. انا مش عارف انا باخد الكره وبعمل ايه. مفيش ربط مع الباك. بس اهو يعني شغال شويه سريع. في التحولات هينفع الزمالك. بالنسبه لي احسن من ادم كايد في الحته دي. ادم كايد بالنسبه لي لا، كوينج لا. ممكن تستغلوه 8، يعني انتوا لو استغلتوه 8 يبقى احسن لكم. مين تاني من صفقات الزمالك؟ الواد البرازيلي بقى. الواد البرازيلي ده لمسته حلوه. انا من اول الماتش اللي نزل فيه وشفت لمسته وتحركاته، لا الواد ده فرده. الواد ده فرده، ولو دماغه موزونه الواد ده هيطلع وهيبقى ناحيه اليمين دي ملاكي بتاعته. الماتش اللي فات كان جامد.
كان جامد بصراحه. والكره اللي حطها، والله يا جدعان يعني الكره دي ما بنشوفهاش في مصر بس بنشوفها في اي حته في العالم. هي ده البيزك بتاع الوينج. كره لو اتلعبت له اول حاجه بيفكر فيها وهو في خلاص بقى دخل منطقه الجزاء، انا هعدل يا هشوط يا هعمل اسيست. كده احنا عندنا وينج يروح واخد الكوره، يروح لافف ظهره للعيب ويستنى الباك او يستنى 8 عشان يلعبها له، وبعد كده يروح مش عارف معدي من وراه. لا يا جدعان، هو الواد عمل الصح. الكرة اتلعبت له ثرو واتحرك. وعبد الله السعيد عبد الله السعيد عنده داخل في ال 41 سنة. امال دونجا ده عنده كام سنة؟ ده دونجا ده عنده 80 سنة يا جدعان. عبد الله السعيد هو اللي عنده حاجة 20 سنة والله، مش دونجا. فعبد الله السعيد طبعا عمل له ثرو عادي، ثروهاته هو عارف هو بيلعب ازاي. دار مصر على قد ايده من الاخر. فلعب له ثرو باص جميل قوي، الواد راح مفيش فلسفه. استلم، عدل، حطها زي ما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب. فالواد ده فرده كويسه، بس عندي ملاحظه عليه. ضعيف في الالتحامات، ضعيف. والحكام بتديله فاولات، مش فاولات بامانه، بتديله فاولات كده لو حد بس لمسه الواد بيقع فيروح واخد فاول. بس هو فردة. الواد ده لا، من الناس اللي من اول مره تشوفها تبقى عارف ان هو عنده. في لعيبه تبقى عايز تصبر عليها وتقول لا ممكن، لا اصله مش عارف ايه. لا، الواد باين عليه فرده. ولو فعلا الواد ده دماغه كويسه مش دماغ البرازيليين اللي معاتيه، الواد ده تبقى صفقه حلوه للزمالك وتبقى احسن صفقه عملها الزمالك. آه ده كده الزمالك. نيجي بقى لحبيبنا اللي هيجننا. والله كوكسال بابا اللي ماسكنا ده مش عارفين هو، مش فاهمين له اي حاجه. وبيعمل حاجات غريبه وبيلعب اللعيبه في اماكن غريبه. انا اكتر حاجه مضايقاني في الحياه ان انا الباك ليفت دي بلعب فيها كريم فؤاد. يعني عامله لي قلو في دماغي ومش فاهمها. طب انا جبت ليه طيب شكري؟ يعني انا جبت شكري ليه؟ يعني حد يقنعني كده. انا ده لعيب بيلعب، رحت دفعت فيه فلوس وجبته عشان العب عليه كريم فؤاد؟ يا جدعان ما ترحمونا يا جدعان بقى من الصفقات دي اللي بنعملها، بنقعد نعملها وفي الاخر ما بنلعبهاش. والواد بيمشي يا مولاي كما خلقتني. يا ما تلعبوه، يا ما لعبوا باك ليفت بيلعب برجله الشمال. ما ترحمونا يا جدعان والله بجد. انا زهقت بقى من قصة التلصيم دي، وهدى هنا وهدى هنا. خليه يلعب يا عم، خليه يلعب يا عم ويبقى وحش على الاقل. يبقى خلاص عرفنا ان عندنا باك شمال وحش، مش جايب لي كريم فؤاد بيلعب باك ليفت. يا عم لعب باك رايت يا عم. تعبنا من محمد هاني والله العظيم، تعبنا بجد. انا مش عارف محمد هاني ده كاتب الباك رايت دي ملاكي. محمد هاني هنا بس انا اللي هلعب، انا البابا. محمد هاني بينزل الملعب بيقول لهم انا البابا، انا هلعب، انا حلو هلعب، انا وحش هلعب، مفيش ماتش هلعب. صاحب الكوره عافيه. فمش عارف والله بجد. محمد هاني بقى عندنا كده الباكين. الاول كنا علي معلول الله يمسيه بالخير يعني. مش عارف والله، الواحد بقت عينه بتوجعه. فين ايامك يا لول؟ فين ايامك؟ بقى كده عندنا الباكين ما شاء الله مضروبين بالنار. مفيش ولا بنلعب الباك ليفت. الباك رايت محمد هاني اكلنا وانا بنلعبه برضه. ما بيلعبش، بيلعب كده وخلاص صباح الفل. آه، اشرف داري ما شاء الله عليه. ده لعيب كبير، لعيب كبير بيلعب علينا، بيلعب علينا احنا. يعني هو يعني احنا اصلا عندنا احنا، هو بيلعب علينا احنا. ده عايز بودي جارد ينزل معاه التدريب، محدش يخش عليه، ما يجريش، يشيله ويجري بيه عشان ما يتصابش. ملصمينه بازل، مجمعينه بازل كده وبنلعبه معانا. يا راجل ما ده اجنبي ايه ده الواد اول ما عرفت ان الاهلي عايزه وهيجيبه فرحت. ايوه يا كده هتجيبه بقى سيرد باك عدل، سيرد باك من منتخب المغرب. والواد انا اصلا كنت بشوفه وماشي اصلا من الوداد والجماهير كانت بص ميتة عليه، لا ما يمشيش. وطلع على فرنسا وراح اعارة على بلجيكا، لاعب مع شارل الواو الدنيا جميلة. وهوب تعالى الاهلي. ازيك عامل ايه؟ انا في المستشفى. طب ايه يا كابتن؟ العب،
حاضر هلعب ماتش، اعمل لك فيه اداء حلو وهرجع تاني المستشفى. مش فاهم، والله ما فاهم يا جدعان. اللعيبه بتيجي عندنا عمل، ده عمل، ده واحد مغربي ما بيحبوش اعمل له عمل، مش هتشم الملعب. خلاص بقى تعبنا منه بامانه، وبقينا خلاص رامين طوبته البحر. ياسين مرعي بامانه، الواد ده فرده فرده وجاي منها، ومع الخبرات ومع اللعب الكتير، يا رب بس يا رب يا رب يبعد عنه الاصابات، ويبعد عنه جنان المدربين اللي بتقعد اي حد في اي وقت دي. هياخد مع الوقت، هيثبت. عيل لا عيل مالي مركزه. انا ما كنتش اعرفه بصراحه قبل ما يجي الاهلي، عشان زي ما قلت لكم ما بتفرجش على الدوري المصري، اخري الاهلي. فلا فرده كويسه ويجي منها بصراحه، وكويس اللي هو بيلعب، يعني هو كويس اللي هو بيلعب. نيجي لمحمد علي بن رمضان. يا سلام يا جدعان، والله العظيم. يعني هو قاعد بتفرج، حاسس ان انا مولع. يعني اول ما الكرة تيجي في رجله، انا بحس ان انا ايه، مولع سيجار وقاعد في المكتب وعامل كده. ايه ده؟ اقسم بالله باشا، الواد عارف هو بيعمل ايه. ده مش تمانية، ده تمانية في تمانية، يعني تمانية في تمانية. شوف بقى يطلعوا لك كام، تمانية في تمانية دول 16 اهو. الواد الله اكبر عليه، ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات. فرده، ده بقى الفرده اللي بجد. ده انا كنت نفسي فيه من هو عنده 13 سنه، يعني من قبل ما يلعب بقى الترجي انا كان نفسي فيه. لا يعني بامانه، ده فرده ما بتخرجش من الملعب. اقسم بالله الكره في رجله ما شاء الله عليه، حريف وقوي ومتاسس صح. انا كلمه متاسس صح دي بتخليني ببقى عايزها بالدماغ في الحيطه. يعني المفروض لعيب الكوسه، لعيب الكوسه، المفروض لعيب الكوره متاسس صح. بديهيات مدرسه الكوره، كانوا بيروحوا مدرسه الكوره ليه؟ عشان يتاسسوا. لكن لسه هنأسسهم لما يبقى عندهم 30 سنه. فلا الله اكبر عليه، يعني فرده 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 يعني بصراحه. ديانج، هو ديانج احنا كده كده عارفينه، ديانج احنا كده كده عارفينه. بس انا برضو انا عندي حته ان ديانج ستة مش دايما هتلاقيه كويس، ومش كل الماتشات بتاعته، وانا ما بحبوش يلعب ستة. ديانج عنده الاستلام والتسلم ضايعين، ضايعين، وبامانه باينه قوي يا جدعان. وانا عارف ان الناس كلها عايزه ديانج يلعب، والناس كلها ده ما ينفعش يقعد. بس في طريقه الراجل ديانج والله ما هيلعب. في طريقه الراجل ده ديانج مش هيلعب. الراجل ده عايز ستة بينزل ياخد من الاتنين سرد باكات عشان يلاعب الفرقه، يلاعب التمانيتين. لان لما امام هيرجع اعتقد ان هيلعب بالتمانيتين، امام وبن رمضان. بص، ثقه، مروان هيرجع من الاصابه هيلعب اساسي، هيلعب اساسي. انا عن نفسي انا عايز مروان يلعب اساسي، لان مروان عنده حته الاستلام والتسلم احسن من ديانج. اه، لكن في الحته الدفاعيه الاتنين جامدين بصراحه، الاتنين جامدين، بس ديانج قوي قوي يا جدعان. يعني ديانج ليه ماتشات وانت مثلا بتهاجم الفرقه وخلاص الكره في ملعبهم مش محتاج تبني من تحت، لا ديانج في الملعب بص يقطع لك ماء ونور، يقطع لك ماء ونور. ولو بتلعب بقى عايز تضغط على فرقه بقى تعمل هاي بريس من قدام، تلعبه 8 يا خبر ابيض، زي ما كان بيعمل كده مع فايلر لا 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 لا، لعيب لعيب ما ينفعش برضه تمشيه، لازم ده لازم يبقى موجود في الفرقه، لازم تحت اي ظرف. انا ما عنديش اصلا حد، انا مشيت وما عنديش. فديانج لازم يبقى موجود، وديانج الماتش الجاي لازم يلعب. طول مروان ما مش موجود، ديانج يلعب. وحتى مروان لما يرجع الاحسن فيهم هو اللي يلعب. تريزيجيه بقى، ده ده مين؟ ده مين بجد؟ ده محمود تريزيجيه؟ ده شكرا يا كريزيديه؟ ده كده ده شكرا ده فعلا شكرا يا كريزيديه، شكرا تخلصت. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ تاه ومفيش اي حاجه خالص 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 حرفيا. ده يا راجل حتى الكوره اللي خبطت فيه ودخلت اتلغت. ده الواد جاي بكميه نحس عمرها ما كانت عنده.
مفيش، ومش شاف قدامه، ومش احسن حاجه خالص خالص خالص، ومش تحسه تايه، وتحسه ان الماتش اللي بتاع لسه كاس العالم مأثر فيه. خلاص يا تريزيجيه، انت المفروض كابتن الفريق، احنا جايبينك عشان بقى خلاص انت كابتن الفريق، وانت عندك خبرات في اوروبا واللعيبه دي انت اللي تشد، انت اللي واقع. مش منطقي خالص بجد، مش منطقي خالص خالص يعني. فتريزيجيه بجد لازم يقعد، لازم يقعد له ماتش ماتشين، والله بجد لازم يقعد له ماتش ماتشين. اصل انا حرام بفضل بقى الصم، تعالى انت بن شرقي العب لي هنا، وتعالى انت زيزو خش لي في القلب. يا عم لا يا عم، خلاص يا عم، هو بن شرقي هيلعب، وانت يا تريزيجيه لما تبقى كويس ابقى العب. انا عندي، اصل انا عندي بن شرقي، اصل انا مين اللي بيلعب في الناحيه دي؟ ما هو بن شرقي يا جدعان، ما هو اللي بيلعب في الناحيه دي بن شرقي، مش واحد صاحبنا. صباح الفل يعني يا جدعان، ده بن شرقي جامد قوي على الخط، جامد قوي في القلب، جامد قوي فيرود، جامد قوي. فلا ده لازم يلعب برضه، ده لازم يلعب. آه محمد شريف، يعني قصة محمد شريف دي، انا لما عرفت ان هو رجع النادي الاهلي ما كنتش متضايق، كنت عادي. ما ارجع، إيه المشكلة؟ انا كده كده بعت وسام، واه ماشي انا مجربك، وانت كميتك ماشية معايا، بس مش هو المهاجم الاساسي بتاعي. مش هو، خلاص بقى يا جدعان، جراديشار، والله والله جراديشار، والله جراديشار باينه قوي يا جدعان، الواد والله جامد قوي. الواد فيرود، هو الواد فيرود، الواد فيرود وحريف. يعني ما في، انا ما شفتش فيرود في الاهلي كان حريف غير عماد متعب. ده نفس الستايل، مش زي عماد طبعا، بس نفس الستايل، نفس طريقة اللعب، يعرف يلعب 8 9، يلعب 9 ونص، يلعب تحت الفيرود. مش هيبقى احسن حاجة يلعب تحت الفيرود، بس هو 9 9 ونص، وينزل يستلم، وباصاته بتطلع من رجله، عارفة يا رايحة فين، ما عندوش ميس باص كتير. فلا، جراديشار لازم يلعب اساسي، لازم يلعب اساسي. آه زيزو ده بقى، ده البالونه، بس البالونه اللي هي، انت عارف البالونه اللي هي بالنار، اللي هي شرخه، شرخه مش شايفه حد، شرخه مش شايفه حد. الله اكبر عليه، الله اكبر عليه بجد. لعيب جامد قوي يا جدعان، لعيب جامد قوي. وانا عارف ان هو لما يبقى في قلب الملعب هيبقى اجمل بالوينج بكتير قوي قوي. فعلا انا مع، بص انا مع دي، يعني ريبيرو عمل دي، انا معاه فيها، وفي نفس الوقت برضو مش معاه، ما انا عندي برضو الجنب اليمين ده كده مات، والله مات يا جدعان. انا لما بدخله، يعني حتى لما بلعبه على الطرف بس بخليه الادوار بتاعته تخش جوه، مين بقى اللي بيكمل؟ كابتن محمد هاني. مفيش حد كمل خلاص. محمد هاني مستني حاجه؟ لو مستني حاجه احنا ممكن بقى نفضل قاعدين الحلقه 3 ساعات. محمد هاني. فزيزو الله اكبر عليه. الماتش اللي فات عجبني قوي قوي قوي، كان جامد قوي 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 بالكوره ومن غير الكوره، وتركيز واصرار. لا يعني زيزو بصراحه جامد، جامد. كده كده احنا عارفين ان هو جامد. عارف ان كل الاهلاويه ما كانوش بيقولوا عليه جامد، كنا بنقول حسين الشحات اجمد. هي دي الكوره صاحبي، صاحبي ما تصعبهاش بالله عليك، هي دي الكوره. هيبقى عندي هقول عليه جامد، هيبقى عندك هقول عليه مكسح، فخلاص بقى مشي الدنيا، مشي الدنيا بالله عليك. ف الماتش الجاي يعني لازم نكسب. كده الزمالك كسبان ماتشين وتعادل ماتش، بيراميدز متعادل ماتشين وكسبان ماتش، فانا لازم اكسب. انا بقى لازم اكسب عشان بقى ايه، كمل بقى ايه من البدايه كده. ما مش عايزين بالله عليكم، مش عايزين بقى ايه نروح بادئين بقى ايه بطوله افريقيا، والنادي الاهلي مش عارف مين الاول، وفرق مش عارف كام بونت، وهيتاجل لي ماتشات عشان افريقيا، فانا كده مضغوط، وهرجع العب واللعيبه عندها ستريس بتلعب في البطوله دي وعايزه تمسك اول. لا، من بدري، من بدري كده اطلع اقعد اول بالراحه كده والعب واكسب، والدنيا تمام لحد ما تلعب افريقيا، عشان الدنيا تبقى ماشيه ايه حبيني كده. مش هنفضل كل سنه في نفس القاره دي، مش كل سنه في نفس القاره، تعب تعب بجد. ف نتمنى ان الاهلي يفوز الماتش الجاي،
ونتمنى اي منافس ليه يخسر، ده طبيعي. آه، زملكاوي هتزعل، هعمل ايه يا صاحبي؟ هعمل ايه والله؟ انا اهلاوي، هعمل ايه؟ طيب اقول لك تكسب ابقى كداب ومنافق، مش عايزك تكسب اكيد، وانت مش عايز نكسب. فان شاء الله الاسبوع الجاي هنشوف كده شكل الفرق كلها برضو عامل ايه. نتمنى الاسبوع الجاي الاهلي يبقى كسبان ومبسوطين وطلعانين باداء، لان احنا السنه دي لازم اداء، مش عايزين نتائج بس، احنا لازم اداء باللعيبه دي والله، لازم. لو مفيش اداء تبقى مشكله وكارثه. فنتمنى من الله كده الاسبوع الجاي الاهلي يكسب، وان شاء الله نعمل فيديو حلو لما الاهلي يكسب، واشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله.